فوالا. السلام عليكم الزول في اللون، الحمد لله راكم كاع بخير. Bonjour à tous. Hello to everybody. We are in Algiers, in Algeria. As you can see, we have many policemen here in front of our office here in Algeria. And دوكا نحكي لكم واش راه كاين هنايا. فوالا الخوا، شوفوا بعينيكم درابو الجيريان. رانا مع مدير حمله سي لطفي دراجي. السلام عليكم الزفله والخوتنا. فوالا سي مصطفى امين مكلف الاعلام. صباح الخير عليكم. Voilà, donc chargé de communication M. Moustapha Hamid et M. Lotfi Deragi, qui est directeur de campagne lors de cette élection présidentielle. Alors, ورانا سي مصطفى امين، تفضل. الوغ نعاود نقول لكم صباح الخير عليكم كامل اللي راهم يشوفوا فينا متابعونا في الصفحه تاع السيد رشيد نكاز، سورتو خاصه اللي بقاو اوفياء للصفحه تاع رشيد نكاز، وكل اللي راهم يتابعوا فينا سواء بالجزائر او في العالم كامل. Donc, rebonjour à tous les gens qui nous regardent sur la page de M. Rachid Nekaz. D'abord, je me présente, je suis Moustapha Amin, le chargé de communication de M. Rachid Nekaz. Donc là, on est 7 rue Abdelkrim Khattabi, Alger Centre, à côté de la Grande Poste. Donc on va montrer la Grande Poste. راكم تشوفوا la Grande Poste، رانا امام البريد المركزي. فوالا شوفوا بعينيكم. Donc, عندنا مكتب تاعنا، notre bureau se trouve à la Grande Poste et comme vous voyez, nous sommes en résidence surveillée illégale par à peu près 70 policiers ici à la Grande Poste. Voilà, on va laisser notre chargé de communication vous exprimer notre situation. دونك نعاود نولي العباد كامل اللي سقساو عليا قال لك مصطفى ماكش تبان مصطفى راه هنايا، كنت برك في مهمه في الخارج وراني رجعت، راني هنايا معكم في الجي سونتر في البلاد. دونك اون بريف رانا في لا تيراس تاع المكتب مديريه الحمله الانتخابيه المترشح الحر السيد رشيد نكاز. المكتب هذا رانا فيه بطريقه قانونيه، وهذا لاكت نوتاريي تاع المكتب. دونك السيد رشيد نكاز كيما راكم تشوفوا هنايا نخبوا الهويه تاع الملك. اوكي سي بون. دونك هنايا دونك هذا العقد هذا ولا عاودنا وريناه. شوف ملي بدات الحمله الانتخابيه، ماشي الحمله، ملي بدينا عمليه جمع الاستمارات اللي هي تقريبا حمله انتخابيه، باش انه حتى المترشح هذا رشيد نكاز كان يقول لك ما راكش في حمله انتخابيه باش تلايم الغاشي. رشيد نكاز لازم يتنقل له في كل الولايات باش يجمع الاستمارات. دونك ملي سحبنا الاستمارات، هذا هو مقر سكن السيد راشد نكاز بصفه مؤقته حتى انتهاء الكلي لعمليه الانتخابات الرئاسيه. دونك هذا الميساج اللي جون اللي راهم اليوم تجيهم تعليمات من مختلف الاسلاك الامنيه يشوفوا راشد نكاز في المنطقه ما التراب الوطني يدوه بطريقه مباشره للشلف. دونك نتوما من جهه تقولوا راشد نكاز ما عندوش الدروا باش يعاود جواز السفر تاعو ورخصه السياقه باسكو تقول لا ريزيدونس تاعو ماشي هنايا. On regarde des policiers en même temps. Voilà, comme vous pouvez voir, 70 policiers. 70 شرطه امام المكتب رشيد نكاز. ومن جهه الاخرى انتم تعترفوا تقولوا رشيد راه مقيم معناتها وين تلقاو تدوه ديريكتومون لدار الشلف. دونك حنا نقول لكم هذا هو المقر المؤقت اللي راه مقيم فيه السيد رشيد نكاز. دونك ولا راني نقول لكم هكذا، رشيد نكاز دوكا حاليا راه في الاقامه الجبريه هنايا بالمكتب هذو غير قانونيه. اكيد طريقه غير قانونيه، لانه لو كانت بطريقه قانونيه راهم حتى لهنا داخل المكتب بامر من وكيل الجمهوريه يقدروا يدخلوا المكتب ويعتقلوك، هذا اذا كانت في حاجه. هذه معناها راهي طريقه غير قانونيه، هذه راهي كما نقولوا تعدت البلطجه. يعني الاجهزه النظام الحالي راهم يستعينوا بالشرطه باش يقضوا مصالح خاصه. دونك لهذا ممنوع قانونا، لانه حتى اي اعتقال لازم يكون عنده سبب وعلاه. دوكا مثلا انت اليوم ما عندك راك ما درت لا وقفه، ما درت لا ما خرج حتى كيما نقول حرموك باش تروح تواصل تجمع الاستمارات تاعك، يوصلونا من اجهزه الامن يقولوا لنا نعلموكم انه رشيد نكاس يخرج يفوت العتبه تاع ليمابل هذا تاع الباطمه هذه رايحين نعتقلوه. صافي دير نوزون دي
les services de sécurité ici en Algérie nous ont dit que si M. Rachid Nekaz, le candidat Rachid Nekaz, il sort de son bureau, il va être interpellé directement et l'empêcher de circuler librement dans son propre pays et en plus il est candidat. Donc هنايا نولوا شنو نسألوا نولوا نقولوا من راهي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات اللي تكفل كل الحقوق للمترشح الحر السيد راشد نكاز، تكفل له كل الحقوق باش يتنقل بكل حرية ويكون معاملة كما يقول بكل سواسية مع كل المترشحين. دونك نشوفوا البارح الطريقة كيفاه اعتقلوك كون طريح الوهران منعوه باش تروح تحضر اجتماع مع زملائك المترشحين اللي نحترموهم كلهم مهما كان. احنا ما عندناش هذا مترشح صغير ولا هذا مترشح كبير، اي واحد راح لوزاره الداخليه اسحب الاستمارات هو اعلن النيه الترشح تاعو. احنا بالنسبه لنا مترشح، احنا ما عندناش مترشح صغير مترشح كبير، كلهم كي هما كي اي مترشح، سواء عبد العزيز بوتفليقه، سواء علي غديري، سواء رشيد نكاز، سواء غاني مهدي، وكل المترشحين هذو الكل بما انه خرج اسمهم في وثيقه رسميه من مصالح وزاره الداخليه ومصالح وزير الداخليه، معناها راه مترشح عنده استمارات وسحبهم. دونك هنايا رشيد نكاز راه ممنوع من مواصله جمع عمليه الاستمارات. نورمالمون هنا في هذه الحاله حتى المجلس الدستوري يتدخل ويضيف له حتى الايام هذه اللي راه تفوت له. حرموه ما راحش كمل زياده تقريبا 6 ولايات شرقيه وحتى بعض الولايات منعوه لاي سبب بدون اي سبب، ويزيدوا البروفوك تمام يقول لك تخرج نعتقلوك. دونك وصلونا دعوات اللي نرحبوا بها. الدعوه الاولى من حزب جبهه العداله والتنميه للسيد عبد الله جاب الله في اللقاء التشاوري اللي راح يقيم نهار السبت مارس. يعني نذكروا انهم كانوا عقدوا اجتماع بدون سيد رشيد نكاز، والظاهر انه تداركوا الخطا. هذا ان صح القول بالخطا، انا ما نشوفوش انا خطا، ربما نعتبروها كهفوه. انا تداركوا هذه العفوه. عنده دعوه يوم السبت 2 مارس على الساعه 2 زوالا في باب حسن. بالمناسبه نحيوا الشيخ عبد الله، نحيوا الشيخ عبد الله جاب الله. شوفوا لافيتاسيون اوفيسيال، يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم على هذا الموقف. دونك لهذا من هذا المنبر نعلمك سيد الشيخ عبد الله جاب الله انه سيد راشد نكاز راح يلبي الدعوه تاعكم يوم السبت ان شاء الله. بصح سيد عبد الله جاب الله اذا خلاوه يخرج. Donc je répondrai à l'invitation à condition d'être autorisé par la police à me rendre à l'invitation de monsieur عبد الله. بين الدعوات ثاني لا توصل للسيد المترشح سيد رشيد نكاز دعوة من حزب طلائع الحريات لوجهوا دعوة رسمية كذلك من السيد رئيس الحزب رئيس الحكومة الأسبق سيد علي بن فليس. راجل الدولة ما شاء الله. غدا يوم الخميس غدا فبراير 2019 الساعة 9 بزرادة. لكن مع الأسف نشوف أنه هذا النظام فهمناش لأي سبب. المهم هذا السبب يبقى بعد نعرفوه من عند مكتب طلائع الحريات، رفضوا لهم ترخيص باش يتوجهوا باش يديروا هذه اللجنة المركزية لطلائع الحريات. دونك سمعت أنه حتكون ندوة صحفية يقدمها السيد علي بن فليس بخصوص هذا الأمر مساء. يعني أي كان قرارهم وين حيداروها غدوة إن شاء الله. ثاني السيد رشيد نكاز راح يلبي الدعوة هذه. ثالث بين قوسين إذا خلاوه يخرج. هذه هي. دونك بالمختصر المفيد هذه هي مسيو رشيد نكاز اللي اون سي ريزيدونس سيرفيي وراه ممنوع اللي انتردي دو كيتي سون بروبر بيرو. وعلاه السبه ما على بالناش. دونك جو سيد لا بارول à mon collègue Lotfi Daraji. Très bien. Alors, on fait quand même une présentation des choses. Donc nous sommes toujours à la Grande Poste, drapeau algérien, 70 policiers qui nous empêchent de sortir ici à Alger. على بالكم باللي كانت 70 شرطه هنايا داروا تحقيق إقامة جبرية غير قانونية في الجزائر بلاد الشهداء ربي يرحمهم. هذه حاجة غير مقبولة. على بالكم باللي جبت الاستمارات بطريقة قانونية من الوزارة الداخلية، قالوا لي بلي الدور كيما تبغي في 1541 بلدية وفي القنصلية الجزائرية في العالم، ما كان حتى واحد يهضر معاك. راكم تشوفوا بلي هذا الوزارة الداخلية هما بروحهم اليوم داروا لي
تحت إقامة جبرية غير قانونية ما فهمنا والو. On ne comprend pas comment se fait-il qu'un candidat aux élections présidentielles soit placé en résidence surveillée illégale alors que je suis officiellement candidat à la candidature aux élections présidentielles du 18 avril prochain avec l'autorisation de ce même ministère de l'Intérieur. Donc on va donner la parole à monsieur Lotfi Deraji à partir du bureau. Atfadal khoya. Shukran lik. Voilà, donc c'est le mot du parti ici. Donc il faut savoir que les médias, machallah, ont relaté un peu ce qui se passe en Algérie. Vous avez vu par exemple Al-Watan a parlé de phénomènes nommés des cases. Vous voyez que la jeunesse algérienne me fait entièrement confiance. Pardon. Information importante, les avocats algériens dans le journal du soir ont manifesté et aujourd'hui des avocats en tenue, je dis bien en tenue, en robe, ont été arrêtés à Adlaba sur ordre de la police algérienne, ce qui est très très grave. يعني محاميين جزائريين قبضوهم اليوم في عدلبة. هذه حاجة غير قانونية. على بالكم باللي ماشي حاجة اللي تشرف الجزائر وتشرف العلم الجزائري. اتفضل سي. شكرا جزيلا. سي لطفي دراجي. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزوا الفلاون خوتنا كيما راكم تشوفوا رانا في ديكتاتورية كبيرة. هذه عمرها ما صرات. وين الإنسان اللي يقدر يجمع الاستمارات من وزارة الداخلية والرئيس دار الديكري تاعو وحتى سي قايد صالح اللي كنا حابين يسمعوه البارح يقول كلام اللي يطمئن الشباب ويطمئن الشعب الجزائري باللي ندوا الخبره عليهم ويوقف مع الشعب الجزائري. وكان لازم يقول باللي لازم نوقف مع اي مترشح، لكن على الاسف انه ما سمعناش هذا الكلام. ولهذا على بالكم باللي رانا في مرحله جمع الاستمارات، رانا في مرحله اللي نروحوا في 48 ولايه. على بالكم باللي احنا تاع التيرا، احنا تاع الميدان، احنا نروحوا في وسط الشعب، احنا نرموا روحنا في وسط الشعب سواء في باب الواد او في بلا الشعب، احنا رانا مثلكم. وعلى بالكم باللي في هادو المرحله ما راهمش يخلوا السي راشد نكاز يجمع هادو الاستمارات. راكم عارفين باللي بدون 60,000 استماره ما راناش راح نطلعوا لو دوزيام تور. ولكن ما تقلقوش روحكم باذن الله العلي والعظيم الا تسمع فيه كل الجزائريين والجزائريات لو 3 مارس ان شاء الله نروحوا نخدموا نروحوا على بالكم بلي الجمعة إن شاء الله الشعب الجزائري، الشبيبة الجزائرية راهي باغية دير مظاهرة سلمية قانونية ديمقراطية حضارية ونستعرف بكم. على بالكم بلي الشبيبة الجزائرية عطات واحد الصورة جميلة ما شاء الله العالم كومبلي. حنايا خير من لي جيلي جون تاع فرنسا. على بالكم بلي في فرنسا لي جيلي جون راهم يكسروا راهم يحرقوا. حنايا ما شاء الله في 48 ولاية. Les Algériens sont pacifiques, ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien brûlé, contrairement aux gilets jaunes français qui ont détruit l'avenue des Champs-Élysées et la plupart des villes françaises. Et en cela, je tiens à féliciter
le pacifisme de la jeunesse algérienne lors des différentes manifestations. Donc je participerai, Inch'Allah, ce vendredi 1er mars aux manifestations pacifiques contre le 5e mandat, ici à partir de mon bureau à la Grande Poste d'Alger. Donc Inch'Allah, نكون معاكم من الجزائر العاصمة، من البريد المركزي هنايا من لا Grande Poste، الجمعة على الزوج من بعد الجمعة، وبارك الله فيكم، وتحية الشبيبة الجزائرية، تحية الشعب الجزائري، والله يرحم الشهداء ربي يرحمهم. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. Je suis en résidence surveillée illégale ici à Alger, mais on maintient le combat, on ira jusqu'au bout. Never give up. Nous n'allons jamais renoncer. Barakallahu fikum, wa salam alaikum, wa nahar mabrouk.